أجمل حاجة في الدنيا إنك تحس بحب اللي حواليك ليك، وخصوصا وقت الأزمات. لما بتتعرض لأزمة من أي نوع في حياتك بتقدر وقتها تفرق بين اللي بيحبك بجد وبين اللي بيقول إنه بيحبك، سواء صديق أو قريب أو حبيب أو أي حد له صلة بيك. الكل في وقت الرخاء جميل وموجود معاك، لكن وقت الأزمات الناس بتظهر على حقيقتها. بتلاقي اللي بيجاملك عشان العشرة وحفظا لماء الوجه، وبتلاقي اللي بيسأل عنك وهو حابب يطمن عليك وقلقان بجد، وبتلاقي اللي مش فارق معاه أصلا انت فيك ايه، وبيمشي ويشوف حياته ويعيش طبيعي، ويمكن كمان يدور على غيرك. بيمشي ويرجع لما ترجع لحالتك الطبيعية ولحالة الرخاء من تاني وينتهي همك. عايز منك سعادتك ورافض يشاركك همك. مشاعر الناس الحقيقية مش بتظهر إلا في الأزمات. سبحان الله، كلنا بنكره الأزمات معتبرين إنها ابتلاءات من ربنا، إن ربنا غضبان علينا. لكن لو فكرنا شوية هنلاقي الأزمات دي هي إيد الرحمة والسند اللي بيبعتها لنا ربنا عشان نفوق ونشوف الناس اللي حوالينا على حقيقتهم. في الأزمات احمد ربنا واعرف إن مع الأزمة الفرج موجود، وإن ربنا عرضك للأزمة دي لأنه بيحبك وعايز يفتح عينيك على حاجات ما كنتش شايفها. اوعى حد يسيبك في أزمتك وانت محتاج له وترجع له، لأنه زي ما سابك وانت في أزمتك هيسيبك 1000 مرة، لأنك في الحقيقة مش فارق معاه. عنده غيرك كتير يقدر يسلوه ويغذوا أنانيته. الأزمات نور بيتسلط على حياتك عشان تعرف تفرق بين المشاعر الحقيقية والتمثيل، بين الناس اللي تستاهل تتعامل معهم بحب وود وتقرب منهم وتسندهم لما يحتاجوك، وبين الناس اللي مجرد أسماء وطبع أناني ووجودهم في حياتك ملوش لازمة. إياك تزعل من الأزمات، اعتبرها اختبار حطك ربنا فيه عشان ينور بصيرتك، اختبار حب فيك مش عقاب ليك.